بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ صباح الفل عليكم. يوم جديد من عند فراخنا اهوت. انا طبعا كنت امبارح قايله لكم ان شاء الله ان انا هوسع المكان وان انا هبدأ هنزل في الدور اللي تحت ده. تمام. بس انا فكرت في فكرة تانية اللي هي ايه، ان انا اذبح لي فرختين منهم او 3 فرخات، بحيث ان انا ما اجيبش بقى نور تاني وافرش فرشه في العمر الكبير تاني وكلام من ده. لما اذبح 3 فرخات وابدا اسيب فوق وتحت خلاص تمام. وانتوا زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله الاحجام زي العسل اهي. الفراخ معايا احجامها مرضيه جدا بسم الله ما شاء الله اهي. يعني انا دلوقتي لو حابه اذبحهم كلهم هعرف اذبحهم اهوت. واللي تحت اهمت احجامهم حلوه جدا 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 اهو. بس حبيت ان انا برضو اطلع اقولك ان انا بدل ما هفرش تحت واظبط تحت، لا انا هوسع على نفسي، وان انا هذبح لي فرختين او 3 فرخات وهتسلى بقى في الباقي. حلو كده اللهم بارك يا رب. اوزانهم حلوه جدا جدا وحلوين، علشان نبدا بقى ان شاء الله نذبحهم على طول وابدا اجيب معاكم دوره رمضان. انتوا شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله، يعني شوفوا من كتر ما ان هم كده بيفتحوا الباب اهو. طيب النهارده انا عملت ايه على الاكل؟ انا حطيت الاكل وحطيت اكل ساده خالص، ما حطيتش اي حاجه عليه. يعني انا ما حطيتش على الاكل اي حاجه. الميه كده كده انا بحط ميه عاديه خالص، مش بحط اي حاجه في الميه الا كل مثلا يومين 3 او كل يوم في يوم ما فيش احط معلقه خل على رتل الميه او معلقتين على رتل الميه. ما تلاقيش الخل نسبه التركيز بتاعته بسيطه. طيب بالنسبه لمضاد السموم اللي احنا عملناه امبارح يا حبايبي دوت، يمكن انا ما وضحتش كده في الفيديو بس هوضح لكم النهارده. مضاد السموم ده بيتحط 8 ساعات بس، 8 ساعات بس. تمام. مش بيتحط لو في اسهالات، مش بتحطي خالص. لو عندك الفراخ فيه اسهالات وكلام من ده مش بنعمل مضاد السموم ده. بس ممكن نحط الخل، في الوقت ده. طيب دي حاجة. تاني حاجة عايزة اتكلم معاكم فيها بالنسبة بقى، يعني انا النهاردة مثلا الفراخ اهي زي ما بقول لكم من بعد ال 35 يوم الفرخ بيتغير معاكي. انت بقى لو حابة من بعد ال 35 يوم تبدأي تعملي له خلطة لزيادة الوزن اللي هو تغيير الطعم كمان معاكي، شوية دشيشة على شوية حتة فول على شوية عيش، تمام ممكن نعملها. بس انا يعني مش مستاهلة انا كلها يومين ولا حاجة وهذبح. بس انا كنت بعملها لما كنت بربيهم على السطح وفي الاوضه، كنت بعمل كده. كانت الاوضه كبيره، كانت يعني كانت مساعداني ان انا ابدا احط فيها اللي انا عايزاه. لو انا بقى حابه دلوقتي ابدا ارمي لهم شويه حته فول، تمام 10 على 10 بص هيبقوا زي العسل معاكي. كيلو حط الفول على 7 8 كيلو علف، وتبداي تدخليهم كلهم في بعض وتبداي تقدمي لهم اخر اسبوع. ولو حابه تحطي برده شويه دشيشه حطي برده مفيش مشكله، وقلبي كله قلبي كله على بعضه كده، الدشيشه مع شويه العلف مع حته الفول. بصي خلطه فظيعه 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 ملهاش حل. هتبداي تحطيها لهم هيبقوا زي العسل معاكي اهوت. انا ان شاء الله لو عرفت اصور وانا بذبح معاكم الفراخ، عشان ناس كتيره قالت لي صوري وانتي ازاي بتذبحي فراخك. ان شاء الله هحاول ان انا اوريكم طريقه الذبح ازاي، علشان الفرخه جناحها ما يزرقش معاكي، علشان الفرخه ما تبصيش تلاقي فيها دم وبعد ما تذبحيها. وان شاء الله هننضف برضو مع بعض وهنخلي مع بعض، وباذن الله استنوني بقى كده هرجع لكم تاني. طيب بصوا يا حبايبي، ورجعت تاني. معلش طبعا ما عرفتش ان انا اصور وانا بذبح، بس انا كان في فيديو كنت مصوراه قبل كده عن طريقه الذبح، هبقى ان شاء الله هسيبه لكم في تعليق مثبت تحت اللي حابب يشوف طريقه الذبح. بس مبدئيا انت لما تيجي تذبحي مش بتقطعي الراس كلها، تمام اهو. اسفه على المنظر طبعا، انت يا دوبك بتقطعي الخرطوم ده، وبعد ما بتذبحي بقى والفرخه بتهدى معاكي خالص بتبداي تمسكيها كده تصفي دمها كله، تمام. يعني بتبداي ترفعي الفرخه معاكي كده تصفي دمها خالص، تمام. خلاص انا بقى بعد كده هبدا ان شاء الله هنزلها في الميه مش بتغلي، ولو الميه غلت معاكي مفيش مشكله خالص. والاحسن ان انت تخلي الميه تغلي وتزوديها شويه ميه كده، مش بتلاقي اي حاجه في الفرخه معاكي. اغلي الميه، ولما الميه تغلي زوديها شويه ميه من الحنفيه عاديين، وبعد كده ان شاء الله هنزلهم في الميه. طيب انا ذبحت 3 فرخات اهمت يا حبايبي، تمام حلوين احجامهم زي الفل بالنسبه لي 10 على 10. هبدا ان شاء الله ان انا
هنضفهم، وكمان ذبحت حمام، شويه حمام معايا هنضفهم برضو معاكم كده. استنوني بقى كده، هنرجع بقى هننضف مع بعض. طيب يا حبايبي اهوت، وبدات ان انا اريش معاكم اهو. تمام، طبعا احنا ريشنا قبل كده مع بعض. معلش يا حبايبي معرفتش اصور اللقطه وانا بذبح فيها، بس انا هسيب لكم ان شاء الله الفيديو كده في تحت. كان في فيديو يعني انا قبل كده علمتكم طريقه الذبح، فمعرفتش اصور الحته دي، معلش بقى اعذروني لاني لوحدي. بس اهوت بنبدا كده نريش مع بعض. طبعا الفراخ سهله جدا، خلصتهم خلاص، هما بياخدوش حاجه. وببدا كده بعد الفراخ بغسل كده على طول بالميه والصابون كده، وبرده بالخل وبالديتول والكلام ده كله. بس ده في الاخر خالص لما بخلص. بصوا بقى معايا الحمامه اهوت. هبدا كده ان انا نزلته في الميه السخنه برده. وببدا كده، الحمام سهل جدا، ما مش بياخد اي حاجه، مش بياخد اي وقت معاكي، في ثواني بتكوني مخلصه حاجتك. طبعا الحمام اللي انت مربياه في بيتك ده مختلف خالص عن اللي انت بتشتريه من السوق. بصوا بقى يا حبايبي، وده المنظر النهائي كده بتاع فراخنا اهو. ده طبعا نموذج صغير كده من الفراخ. انا غسلته وظبطته. عايزه اقولك على حاجه، انتي لو حابه ان الفراخ تطلع معاكي والحمام وحاجتك زي الفل كده بتشف وبترف، الملح ده سحري يا حبايبي. اغسلي بالملح مره ومرتين وثلاثه، وكوبي مره مرتين وثلاثه. والليمون والدقيق، هو ده كده ميه النقع اللي انا بنقع فيها طيوري عشان تطلع معايا زي الفل. تمام، انا طبعا الباقي كده مكيساه ومظبطاه. قطعت بانيه كده، شويه بانيه علشان الاولاد عايزين بانيه. والحمامه اهوت زي الفل، والوراكه هي جميله. كل حاجه الصراحه ربنا زي الفل. دايما اقول لك دخلي الخير في بيتك، الحاجه والله العظيم حلوه. بالنسبه بقى بالنسبه بقى للتقطيع ده، دي حاجه بقى ترجع لك انتي. شوفي انتي حابه تقطعي ايه، شوفي انتي حابه تعملي ايه. قطعي على عدد الاسره عندك، ظبطي دنيتك، كل حاجه هتبقى زي الفل. دخلي الخير في بيتك. ودي كانت حلقه النهارده حبايبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.